بياع بينادي في الشارع وقال يا ليلة العيد أنستينا، وما كانش يعرف الجملة اللي قالها دي هتبقى أشهر أغنية في الوطن العربي. النهاردة هنرجع بالزمن لسنة 1937 لما الست أم كلثوم كانت معدية جنب مبنى الإذاعة والتلفزيون وسمعت بياع بينادي على بضاعته بيقول يا ليلة العيد أنستينا. الجملة دي علقت في ودانها وحست إنها فيها موسيقى ونغمة، ودخلت مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكان موجود وقتها الشيخ زكريا أحمد والشاعر بيرام التونسي، وقالت لهم عايزة أعمل أغنية تبدأ بالجملة دي. لكن بيرام التونسي كان تعبان واعتذر، واللي كتب الأغنية أحمد رامي ولحنها الشيخ زكريا أحمد. وفعلا اتولدت الأغنية وغنتها في فيلم اسمه دنانير. وبعدها بسنين في ليلة عيد الست أم كلثوم عزموها تغني قدام الملك فاروق في حفل رسمي، وساعتها بحيلة ذكية جدا منها حبت تكرم الملك فاروق بطريقة فنية، فغيرت مقطع من الأغنية على المسرح وقالت يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى ونحياله ليالي العيد. والمقطع ده أصله كان يعيش هارون يعيش جعفر ونحيالهم ليالي العيد. الملك فاروق اتأثر جدا وقرر يكرمها بأعلى وسام في الدولة، وسام الكمال، وهو وسام ما كانش بيتمنح غير للملوك والأمراء وسيدات الدولة العريقات، ولقبها بلقب صاحبة العصمة. ومن يومها يا ليلة العيد ما بقتش مجرد أغنية، دي بقت نشيد العيد نفسه، وصوت أم كلثوم وكلمة بياع عملوا تاريخ. كل سنة وانتم طيبين أنستوني.